بيبدأ الفيلم بولد صغير من أسرة فقيرة اسمه كامي، وبيكون عنده شغوف جدا برياضة كرة القدم الأمريكية، وبيكون بيتابع مباراة الفريق المفضل، وأسرته كلهم بيكونوا بيتفرجوا معاه وبيشجعوا نفس الفريق. وساعتها بيكون فريقهم خسران ضد الفريق المنافس، وفجأة بيظهر أسطورة النادي اللي بيكون اسمه وايت، وبيكون بيقاتل بكل قوته لحد ما بيكسب فريقه فعلا، ولكنه بيتصاب إصابة قوية، ووقتها كامي وأسرته بيكونوا فرحانين بانتصار فريقه. وهنا أبو كامي بيقرب من كامي وبيقول له إن مفيش مجد بدون تضحيات، وبيعلمه إن هو لازم يقاتل علشان يكون أسطورة النادي في المستقبل. وبتمر السنين، وبيشيل وايت الفريق على كتافه وبيكسبهم طول الوقت، لكنه بيتعرض لتمن إصابات مزمنة. والناس بتعرف مع تقدم وايت في السن إن الفريق لازم يجهز بطل جديد يقود الفريق في المستقبل. وساعتها بيكون وايت في قمة حزنه، لأنه بيكون شايف المجد والبطولات بيبعدوا عنه، وهو مش قادر يعمل أي حاجة. وفي الوقت ده بيظهر بطل شاب كل الناس شايفين إن هو الأنسب لقيادة الفريق في المستقبل، والبطل ده بيكون هو كامي. وساعتها الصحافة بتهتم بيه، وبتعمل معاه لقاء علشان يسأله إزاي قدر يخطف أنظار الجماهير. فبيرد عليهم كامي وبيقول لهم إن أبوه هو اللي علمه وضحى بحياته كلها علشان يخليه بطل. وبعدها كامي بيروح يتدرب لوحده علشان يجهز لاختبارات نادي طفولته، لكن فجأة بيظهر واحد مقنع وبيضربه على دماغه بقوة. وساعتها الأطباء بيقولوا إن الخبطة سببت لكامي صدمة في دماغه، إن ممكن فترة العلاج بتاعته تاخد سنين. وفي الوقت ده بنشوف كامي مصدوم وهو شايف حلمه بيضيع قدام عينيه، ولكن أمه بتكون خايفة عليه من إن هو يدخل الاختبارات ويحصل له أي مضاعفات. أما توم مدير أعماله واللي كان مدير أعمال وايت زمان، فبيحاول يقنع مع كامي إن هو يكمل الطريق ويدخل الاختبارات. وفي اللحظة دي توم وأمه بيحصل بينهم خلاف كبير لدرجة إن هما بيتخانقوا، ولكن ساعتها كامل بيفقد أعصابه وبيزعق لهم، وبيقول إن دي مجرد عقبة وهيقاتل علشان يتخطاها. وبعدها بنشوف كامي واقف في مدخل الملعب حزين، وهو شايف زمايله داخلين يتدربوا. وفجأة بيسمع كامي حركة غريبة وراه، فبيقرب وقتها من مصدر الصوت، لكنه وقتها بيلاقي واحد من الجمهور، والمشجع ده بيديله قلم وبيطلب منه يمضيله. وساعتها الموقف ده بيأثر في نفسية كامي، علشان كده كامي بيقرر يروح حفلة عاملها واحد صاحبه علشان يريح أعصابه. وأثناء ما بيكون كامي حزين ومكسور، توم بيتصل بيه وبيقول له إن وايت معجب بموهبته جدا، وبيعرض عليه إن هو يدربه. فطبعا كامي بيطير من الفرحة وبيوافق حتى من غير ما يفكر. وفعلا تاني يوم توم بياخد كامي وبيوصله للمجمع الخاص بتاع وايت، ولكن في الطريق كامي بيشوف شوية ناس مجانين، وواحدة منهم بتخبط له على الإزاز وبتقول له احنا مش في امان مع وايت. وبعدها كامي بيوصل للمجمع بتاع وايت، وبيكون منبهر بالميداليات والتماثيل اللي خدها وايت تكريما ليه على انجازاته طول السنين اللي لعب فيها. وبعدها وايت بيقابل كامي وبيرحب بيه، وبيقول له ان هو معجب بموهبته وهيدربه علشان يخليه اسطورة في يوم من الايام. وفي البداية وايت بياخد تليفون كامي وبيقفله، وبيعرفوا ان هو هينعزل عن العالم الخارجي علشان يحافظ على تركيزه. وبيعرفوا كمان ان هو هيدربه ويجهزه للعرض اللي ملاك النادي عاملينه. وساعتها وايت بينبه على كامي إن هو زي ما هيقاتل في التدريب لازم يستمتع بموهبته. فبيتحمس كامي من كلام وايت، وبالفعل بيكون في قمة سعادته وهو بيتدرب مع وايت. وبعدها وايت بياخد كامي وبيعرفه على ماركو الدكتور الخاص بيه. وساعتها ماركو بيكشف على جسم كامي كله علشان يحدد له برنامج تأهيل سريع. وبعد شوية كامي بيقابل ألسي مرات وايت، وبتكون إلسي معجبة جدا بموهبة كامي، وبتعرفه إن وجوده هنا هيساعد وايت يتخطى الوقت الصعب اللي بيمر بيه، لأن هو حاسس إن ميعاد اعتزاله قرب. وبعدها وايت بياخد كامي وبيقعده في حوض تلج علشان يساعده في عملية الاستشفاء، لكن وقتها كامي بيستغرب لما بيشوف وايت بينقل دم. فبيعرفه وايت وقتها إن هو كل فترة بيملأ أكياس دم وبيخزنها في فترة الراحة، وبيرجعها تاني لجسمه لما بيكون عاوز يتدرب بكفاءة. وبعدها ماركو بيحقن كامي بمادة هتساعده أكتر في تخفيف الألم وهتخليه يسترخي. وبالفعل بعد ما ماركو بيمشي النور بيطفي، وكامي بينام وهو قاعد في التلج. وفي اليوم اللي بعده واحد من فريق وايت بيغرق كامي بالمية علشان يصحي من النوم. وبعدها وايت بياخد كامي وبيطلعه يتدربوا في الصحراء، وبيجروا مسافة طويلة، لكن رغم فرق السن بين وايت وكامي إلا إن وايت بيكمل التدريب بشكل طبيعي، وكامي بيقع على الأرض من التعب. وفي اللحظة دي كامي الشمس بتأثر على دماغه، وبيتخيل إن في واحد مقنع ماسك مطرقة وبينزل على دماغه وبيفرتكها. فساعتها كامي بيكون مرعوب ومش قادر ياخد نفسه حرفيا، لكن وايت بيهديه وبياخده وبيرجعه المجمع. وبعدها بيقعد معاه وبيعرفه ان هو بيقسى عليه في التدريبات علشان يكون اقوى ويقدر يتفادى لعنة الاصابات ويعرف يلعب على كل نقطة. وبعدها وايت بيعرف كامي على مجموعة من اقوى اللاعبين اللي دربه، وبيروح وايت يتكلم معاهم وبيخلي ماركو يدي لكامي حقنة منشطات علشان يقدر يستحمل التدريب.
وهنا بيقرر وايت يدرب كامي على رمي الكورة بدقة أعلى، وعلشان يعمل كده لازم يلعب على نفسية كامي عن طريق إن هو بيخلي واحد من الفريق يقف قدام جهاز رمي الكرات ويفضل يرمي الكورة لكامي علشان يمررها لزميله. ولكن في كل مرة بيغلط كامي في التمرير، وايت بيؤمر المساعد بتاعه يزود سرعة الجهاز رمي الكورة ويضرب الكورة في وش اللاعب اللي بيكون واقف قدامه. وفي اللحظة دي بيتوتر كامي وبيفضل يتخانق مع زمايله وبيشتمهم لأنهم مش قادرين يمسكوا الكورة. لكن وايت بيزعقله وبيقوله إن هو لو عاوز يبقى البطل لازم يحسب كل كلمة قبل ما يقولها، لأن البطل زي ما بياخد تحية الجمهور في المكسب برضه هيتحمل مرات الخسارة. وقتها كامي بيفهم الدرس وبيحافظ على تركيزه وبيرمي الكرات لزمايله بدقة جبارة، وبيقدر أخيرا ينقذ اللاعب قبل ما يموت. وبعدها ماركو بياخد كامي يداويله الإصابات اللي في دماغه، وبيحكيله إن وايت اتصاب في دماغه إصابة قوية جدا قبل كده. ولكن بيطمنه ماركو وبيقوله إن هو خلى وايت يقعد في غرفة شفط الضغط علشان يحافظ على توازنه وقدر يعالجه. وبعدها وايت بيدخل كامي غرفة شفط الضغط وبيسيبه، لكن بسبب قلة الضغط بيبدأ كامي مخه يتأثر وبيفتكر ساعتها كلام أمه وهي بتقوله إن هي مش عاوزاه يضحي بنفسه علشان يبقى بطل. فبيقرر كامي وقتها يسمع كلام أمه وبيدخل التدريبات تاني يوم وبيحاول إن هو يستمتع وما بيكونش فارق معاه النتيجة. لكن وايت بيتعصب عليه وبيقوله إن هو لو استمر بالشكل ده هيكون مجرد لاعب عادي والتاريخ مش هيفتكره أبدا. وهنا بيفتكر كامي إن أبوه هو بيدربه كان بيقوله نفس الكلام، وكان بيقوله دايما إن لازم يضحي علشان يوصل للمجد. ولما بيفتكر كامي كلام أبوه مع تعنيف وايت ليه بيفقد أعصابه وبيهجم على اللاعب اللي معاه الكورة وبيخبطه في دماغه بكل قوته وبيفقد وعي وبيخطف منه الكورة. وساعتها وايت بيفرح وبيقول لكامي إن هو فخور بيه وبيحتفل بيه هو وباقي اللاعبين. وبعدها كامي بيدخل مكان فيه غرف كتير وبيحاول يعرف الغرف دي تخص مين، ولكن فجأة بيحس إن في حد بيراقبه، وبدون أي مقدمات بيتخيل إن ملاك النادي بيخنقوه والصحفيين بيصوروا اللي بيحصل. ولكن أول ما بيفوق بيجري يدور على التليفون وبيتصل بأمه وبيقول لها إن هو بدأ يتخيل حاجات غريبة. فبتفهم أمه إن الإصابة لسه مأثرة على دماغه وبتحاول تواسيه. ولكن فجأة كامي بيلاقي ماركو واقف وراه وبيضطر يقفل لأنه عارف إنه ممنوع يتواصل مع أي حد خارج المجمع. ولكن لحسن حظه إنه بيكون ماركو سكران ومش في وعيه. وبعدها ماركو بيقعد معاه وبيحكيله إن هو حزين على السنين اللي قضاها في المكان ده، لأنه من يوم ما دخل المجمع ما يعرفش حاجة عن أهله ولا بيكلمهم. وعلشان كده ماركو بينصح كامل إن هو ما يقدمش تضحيات مقابل إن هو يكون بطل، وبيفضل يلمح له إن تم إعداده لشيء معين. لكن ماركو ما بيقدرش يشرح له معنى كلامه وبيديله حباية مهدئة وبيمشي بعدها. وبعدها كامي بيروح يقعد مع وايت في أوضة الساونا، وبيقرر وايت ساعتها يعرفه أهمية كرة القدم في حياته، وبيحكي له إن قبل ما يلعب كرة القدم ما كانش عنده عيلة، ولكن بعد ما بقى لاعب كبير أصبح كل اللي حواليه بيحبوه وبيحترموه، وساعتها قدر يعوض إحساسه بالوحدة. وبنلاحظ من كلام وايت إن هو خايف من اللحظة اللي هيعتزل فيها ومش هيحس تاني بأهميته. فبيقول وايت الكامي إن هو فعلا موهوب وبينصحه إن هو يجتهد ويقاتل أكتر من كده علشان يكون أسطورة. وبعدها وايت بيسيب كامي في أوضة الساونا وبيخرج، ولكن وقتها كامي بيبدأ يحس إن الخيالات هترجع له تاني. فبيقرر كامي إن هو يغمض عينيه وينام. لكن الصدمة إن البنت المجنونة اللي هجمت عليه في الطريق بتخرج من تحت المقعد وبتمسك حجر علشان تخلص عليه. لكن كامي على آخر لحظة بيتفادى ضربتها وبيخنقها بكل قوته لحد ما بتفقد وعيها. وساعتها كامي بيطلع يجري من الأوضة بيلاقي وايت واقف قدامه. وبعدها بنشوف البنت المجنونة بتقرب من وايت، لكنه بيضربها بقوة وبيخبط دماغها في الجدار وبتموت. وفي الوقت ده كامي بيتوتر وأعصابه بتتعب، وهنا بيجي دوره وبتقرر إلسي إن هي تعمل حفلة خاصة علشان تهدي أعصابه. لكن وايت ما بيعجبوش اللي بيحصل ده وبيشوف إن هو هياخد تركيز كامل، وبيقرر ياخده وبيطلعوا يضربوا نار في الصحراء. وساعتها وايت بيلعب على نفسية كامي وبيحاول يوتره وبيقوله إن هو لو أصاب الهدف هيديله كل اللي بيحلم بيه حرفيا، ولكن لو فشل هياخد منه شبابه. والغريب إن وقتها كامي بيعلي التحدي على نفسه وبيقول لوايت إن هو لو أخطأ في إصابة الهدف هيسيب له مركزه الموسم الجديد. وبكل ثقة كامي بيصوب على الهدف وبيصيبه، وبعدها بيرجع على صالة الحديد وبيتدرب بكل قوته لأن هو فهم إن هو لازم يقاتل على مركزه. وتاني يوم وايت وإلسي بياخدوا كامي وبيصوروه ويقدموه للصحافة. وساعتها كامي بيستغل الفرصة وبيحكي قصة أبوه اللي ضحى بحياته حرفيا علشان يدربه ويخليه بطل. ولما يفتكر كامي كلام أبوه ليه بيبكي لأنه هو ما قدرش يحقق حلم أبوه قبل ما يموت. وبعدها إلسي بتقعد مع كامي
وبتقول له إن هي سمعت الخطاب ومتأكدة إن هو هيكون بطل وهيحقق أمنية أبوه. وبالمناسبة دي بتقرر إلسي تفاجئه وبتقول له إن ملاك النادي عاملين حفلة وعاوزين يقابلوه، وبتعرفه إن هو يقدر يخلي ملاك النادي يحبوه ويعرضوا عليه نفس العرض اللي عرضوه على وايت من 20 سنة. فبيتحمس كامي وبيروح معاها، وهناك كامي بيلاقي ماركو موجود في الحفلة. لكن قبل ما إلسي تاخد كامي وتعرفه على ملاك النادي، ماركو بيقرب من كامي وبيقول له يهرب. فوقتها كامي بيتوتر لأنه ما بيكونش فاهم ماركو بيقول له كده ليه. ولكن إلسي بتاخد بالها وبتشد كامي علشان تعرفه على ملاك النادي، وبيكون توم مدير أعماله قاعد معاهم. وساعتها توم بيقول لكامي إن ملاك النادي معجبين بموهبته وهيقدموا له عرض كبير. فهو بيوافق كامي على العرض وبيكون في قمة سعادته. وفي الوقت ده وايت بيكون غضبان وبيتدرب بكل قوته علشان يدافع عن مركزه. لكن الغريب إن في نفس اللحظة إلسي بتتضايق من اللي ماركو عمله وبتخلص عليه. وبعد شوية كامي بيفوق من حالة السكر اللي هو فيها وبيشوف دماغ ماركو مفصولة عن جسمه. وفي اللحظة دي بيفهم كامي إن هو واقع مع جماعة مختلة، لكنه ما بيقدرش يستحمل الصدمة وبيفقد وعي. وبعدها بيفوق بيلاقي نفسه في المجمع وبينقلوا له كيس دم كامل من دم وايت. فبيشيل الإبرة من إيده بسرعة وبياخد الحقنة اللي كان ماركو بيديها له علشان يقدر يقاوم الألم. وبعدها بيروح يدور على وايت علشان يفهم منه اللي بيحصل وينتقم لماركو. ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي وايت قاعد في غرفة من الغرف اللي كانت مقفولة وعامل شاشة في السقف وبيتفرج على تشجيع الجمهور ليه وهتافهم باسمه زمان. وكأنه مش قادر يتخطى إن هو كبر في السن وجه وقت اعتزاله. فساعتها كان بيغضب وبيهجم على وايت، لكن وايت بيتفادى هجومه وبيبعد عنه. وفي الوقت ده بيقرر وايت إن هو يعترف لكامي إن ملاك النادي هم اللي قرروا يجيبوه هنا علشان يحددوا إن هو هينفع يبقى بطل ولا لأ. وبيعرفوا كمان إن هم بيعملوا طقوس شيطانية وبينقلوا الدماء الأبطال السابقين ليهم علشان يكونوا عندهم جينات البطولة. واللي دخلوا المكان ده قبل وفشلوا بيموتوا ومحدش بيعرف عنهم حاجة. وفي الوقت ده وايت بيقول لكامي إنه بعد ما عرف كل حاجة مفيش قدامه غير حل واحد علشان يحقق حلمه ويكون بطل. والحل ده إن هو يخلص عليه ويطلع من الباب ويقابل ملاك النادي ويمضي على العقد. وبيبص كامي لوايت باستهزاء وبينقض عليه بكل قوته. لكن فجأة وايت بيتمكن من كامي وبيضغط على جمجمته بكل عنف وبيكسر له دراعه. ولكن رغم كده كامي مش بيستسلم وبيمسك خوذة وبيضرب وايت على وشه وبيوقعه على الأرض. وبيفضل يضربه بكل وحشية لحد ما بيخلص عليه. وبعدها بيخرج كامي من الأوضة بيلاقي إلسي وتوم لابسين أقنعة شكلها غريب وبيكونوا مجهزين العقد بتاعه بما إنه هو انتصر على وايت. لكن وقتها كامي بيرفض يوقع العقد، وده بعد ما عرف حقيقة ملاك النادي واللي بيعملوه. وبيتصدم كامل لما بيلاقي صورة ليه وهو صغير ومعاه أبوه واحد من ملاك النادي. فساعتها بيفهم كامل إن أبوه كان واحد من الناس اللي ماتوا في المكان ده، وإن أبوه كمان كان بيقاتل علشان يحقق حلمه. وبعدها توم بيعرفوا إن ملاك النادي هما اللي بعتوا واحد يضربه على دماغه علشان يجيبوه هنا ويتم إعداده بطريقته. وفي الوقت ده توم بيفضل يتحايل على كامي علشان يوقع العقد، لكن كامي برضه بيرفض فبيهدده واحد من ملاك النادي ان هو يقتل عيلته كلها. وقتها كامي بيشوف المطرقة اللي كان بيتخيل المقنع ان هو بيموته بيها تحت رجليه، وبيغمض عينيه وبيفكر في مصير عيلته، لكنه في النهاية بيرفض يوقع على العرض برضه. وبيتفادى ضربة القاتل بتاع ملاك النادي وبيمسك المطرقة وبيخلص عليه بيها. وساعتها ألسي بتغضب وبتمسك سكينة وبتجري عليه علشان تقتله، لكنها بتتكعبل والسكينة بترشق فيها فالحمد لله بتموت. وبعدها كامي بيمسك السيف وبيهجم على كل ملاك النادي وبيخلص عليهم بأبشع الطرق. ولما بيروح لتوم علشان يقتله بيلاقيه مرعوب وبيترجى ان هو ما يقتلوش. ففي الوقت ده كامي بيقرر ان هو يسيب توم عشان نعرف بعدها ان توم خايف من اللعنة اللي هتصيبه لو محدش وقع العقد. وساعتها كامي بيسيب توم يتسحب للدايرة اللي بيتم فيها التضحية وبيشوفه وهو بيتعذب. وفي النهاية كامي بيخرج من المجمع بعد ما انتقم لأبوه دمر كل ملاك النادي الفاسدين، وساعتها بيكون فخور جدا بنفسه. وبس كده يا صديقي بيكون خلص معانا الفيلم. ولو عجبك الفيلم متنساش تعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتكتب لنا في الكومنتات إذا عجبك الملخص أو لأ. وبس كده، سلام يا صديقي.